السلام عليكم لا فامي، نهار جديد وفيديو جديد. كالعاده كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم مزيانه. هذا الفيديو البنات كان واحد اليوم اللي تجمعوا فيه الرجال صحاب راجلي، بغاو يفطروا مع بعضياتهم، حاروا فين وشنو غيديروا. فانا استعديت للخدمه، هما تقداو وانا وجدت ليهم الفيديو. غنوجدوا فيه مجموعين شنو وجدت ليهم من داكشي اللي تقداو. انا كما قلت لكم كنت غير في الخدمه. داكشي اللي وجدت ليهم، كيفاش وجدنا، كيفاش قاديت ليهم الطبيله. كالعاده تعودتوا عليا كنقاد معكم الطبيلات. كنتمنى تاخذوا افكار وفي نفس الوقيته غادي نناقشوا وغادي نهضروا على واحد الموضوع اللي هو مهم جدا. هضرت فيه البارح انا وواحد جوج ديال صحاباتي وبغيت نناقشوا حتى في اليوتيوب كما ناقشنا هذاك الموضوع داك النهار، وكان لقى اقبال وتجاوب زوين في لي كومونتير. كنتمنى هذا الفيديو حتى هو يكون تجاوبكم في لي كومونتير، كل وحده والراي ديالها والاراء تحترم وعلى الراس والعين. بالنسبه لي انا ما عنديش راي بيناتكم باش ما نكونش كنأثر على فئه او بحال كنعطي رساله، ولكن في نفس الوقت غنقول واحد جوج كلمات ديالي بالنسبه لي انا ورايي الخاص اللي زعما اجتهدت حتى انني كنحاول انني نطبقه. ونسمعوا باش نعرفوا شنو الموضوع ديالنا. غنسمعوا هذا البودكاست هذا وغادي نرجعوا نناقشوا ان شاء الله. الاخت هي بالصلاه والقران والحلقه ديال الذكر وداك الشيء، لكن النسويه كفكر داخل لها شاد لها في العمود الفقري. اعلم يقينا ان طاعه الزوج واجبه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، لكن لا وخصني عاوتاني الاستقلاليه ديالي وتحقيق ديالي ديال الذات والحريه ديالي وما يتصرف راه نحن لله. الله بنتولي تعصبتوا. المهم غادي نسمعوا واحد الجزء اخر من واحد البودكاست واحد اخر وغادي نرجعوا باش ان شاء الله نهضروا في الموضوع. في كتابه المخ ذكر أم أنثى للدكتور عمرو شريف، المرأة لا تفكر كالرجل والرجل لا يفكر كالمرأة. المرأة لا تتصرف كالرجل على المستوى العاطفي والرجل لا يتصرف كالمرأة. وإلا سويتي بيناتهم فين هي الجمالية في الزواج وفي الالتقاء؟ جعلت الجنسين جنسا واحدا، هذا غباء. وإلا راه ما غاديش يبقى حتى لذاك الحياة ما يبقى ليه المعنى، وأنت تتهم الله عز وجل بالعبث. إذا لو ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يساوي بينهما لخلق فقط جنسا واحدا، علاش يخلق لنا جوج ديال الأجناس ونوليو حنا في صراع ومشاجرة ومطاحنة؟ ولذلك هذه المرأة هذه لا تعني أنها أحسن من الرجل، وهذا الرجل لا يعني أنه أحسن من المرأة، وإنما لكل واحد منهما وظيفته. خصنا نفهموا هذه المسألة. رجعت لكم بنات. عنوان الحلقة ديالنا وموضوع النقاش ديال هذه الحلقة هذه هو النسوية. أنا ما عرفتكمش البنات واش سمعتوا به من قبل ولا لا. هذه فرصة أنكم تسمعوا به وتعرفوه أنه راه طاب وكان مسكوت عليه، ولكن دابا أصبح موضوع للنقاش من المنظور الديني اللي سمعنا منهم شوية دي بودكاست اللي هما طوال، ولكن أنا خديت لكم منهم واحد الثواني سمعناه مع بعضياتنا في الأول ديال الفيديو ديالنا. فأصبح الموضوع يناقش كيف ما قلت لكم من المنظور الديني. منين ارتفعت في هذه الأشهر القليلة الماضية، ارتفعت نسب الطلاق بواحد الوتيرة اللي هي كبيرة بزاف. فالموضوع قبل من هذا الشيء كان كيتناقش من طرف دي كوتش ومن طرف هاد المهن اللي ولينا دابا كنشوفوهم جديدة علينا، المؤثرين. كان هاد الموضوع كيتناقش بزاف من طرفهم. فكتجي وحده مثلا، انا سمعت الواحد الفيديو وحده كتقول لهم شوفوا دابا نتوما بصحيحتكم وكل شيء باغيكم وكل شيء داير بكم، ولكن راه المفاجاه غتكون عندكم ملي غتوصلي ل50 عام. هذوك الوليدات اللي دابا دايرين بك وانت كتخدميهم وكتجري على وديتهم، غتلقايهم كلهم تفرقوا. اللي مشى كيقرا برا، اللي كيقرا عندك هنا ولكن بعيد، واللي كيقرا حتى في جنبك ولكن ما غتشوفيش غير من الليل، واللي خدام هذاك خلاص كاع دار فلوسه في جيبه واستغنى عليك. ففيقوا معانا وعرفوا شنو تابعكم، وديك الساعه غتلقاي راسك علاقتك مع داك الراجل اللي انت اصلا ما مفاهماش معاه دابا وجالسه معايا على وديت الوليدات، غتلقاي العلاقه سالات ومن زمان، وغتلقاي راسكم وليتوا غير بحال الجيران وما كتفاهموش اصلا، وغتلقاي راسك ما عشتيش حياتك، ما شفتي ما تشوفتي ما لبستي ما حطيتي ما خرجتي ما سافرتي، فلوسك صحتك كل شيء مشى. ملي غتبغي تداركي الامر غتلقاي راسك عايشه انت والادويه وهاد الذكريات الحزينه وما داير بك لا حب لا ود لا حتى شي حاجه. وكيقولوا لك هاد الشيء يكبوه فيك بحال شي سم،
وتيخليوك كتصارعي نتيا والواقع ديالك والرؤيه ديالك، وخصوصا الا كنتي عيانه ولا كنتي تعبانه ولا كنتي مضغوطه بالحياه ولا كنتي عندك مشاكل ولا، وكيخليوك كتخبطي، وكيولى وحده وعقلها كيفاش تيخمم، وكل وحده والايمان ديالها فين واصل، وكل وحده وعلاقتها مع نفسها كيفاش دايره، وعلاقتها مع سيدي ربي كيفاش دايره، كيكون رد الفعل ديالها. غنخليو هادو على جنب، وغادي غنسمعوا البنات واحد القصه ديال واحد البيت، واحد العشيش يلاه بدا كيتبنى وما كملش، تهدم. السبب ديالو اسباب هي كثيره ومتعدده، غادي تسمعوا القصه وتفهموها، ومن ضمنها سوء الظن. غادي نسمعوا القصه ديالنا ونرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو كما كتعرفوه النسويه من كل فن طرب. واحد السيده وقع لها خلاف مع الزوج ديالها، مجرد وقع الخلاف مشى هو الخدمه، عيطات هي لماماها، قالت لها ماما، قالت لها نعم، هاكي السوار الدار وسيري اللي يعود يجي هو من ورايا ويهز الحوايج ولا يدير شي حاجه. امها بداك العصاب وبديك الصوره اللي نقلت لها على الزوج ديالها مشات كتحل الباب، ما بغاش يتحل لها، عيطات لبنتها، داروا الاجراءات، حضروا البوليس، مشاو هزوه من الخدمه، جابوه قالوا لي اش بدلتي؟ قفل على السيده، قال لا ما بدلتش، الا بدلتي، الا تحل هي حلت تحل الباب، هو ما بدل لا قفل له، السيده كانت معصبه، وهذه الحاله وصلت الى الطلاق. شوف علاش سوء الظن بنات نقطة في بحر من بزاف ديال الأسباب اللي ساهمت في التفكك الأسري وساهمت في بزاف ديال الحالات ديال الطلاق. غادي نمشيو لواحد النقطة واحدة أخرى، وهي وهم السوشيال ميديا وشنو دار في حياتنا وفي علاقاتنا الأسرية، وتا هو كان عنده أثر كبير في التفكك الأسري. نمشيو نسمعوا شي حاجة فيه ونعاودوا نرجعوا للفيديو ديالنا. كيكون مثلا شي زوج كيشوف جوج ديال الازواج كيصوروا راسهم وكيلوحوا المحتوى ديالهم بحال روتيني اليوم، فكيلوح مثلا هذاك الزوجه ديالو ديما لابسه واحد اللباس معين وديما مقاده وديما مصوبه. هذاك الراجل اللي كيتفرج في هذا المحتوى كيبدا يدير واحد المقارنه ما بين ديك البنت مع هذاك الزوج ديالها مع مرته. الحاله ديال هذيك البنت لا تعكس الحاله الواقعيه اللي كتعيشها هي والزوج ديالها في الدار ديالو، وانما داكشي اللي تم التصوير ديالو والتمونطه والتقطع وتلاح لك انت شتيه. فهذاك الاخر كيبغي مرته حتى هي تعيش معاه نفس الدور اللي كتعيش هذيك البنت، ما فراسوش بان الحقيقه ديال هذوك تعكس خلاف الواقع، لان هذوك راه اللي جمعهم راه ماشي الحب، ماشي الموده، ماشي الرحمه، ماشي اللي جمعهم هو الادسنس. والدليل هو اننا كنشوفوا بزاف ديال هاد الناس الكوبل كيصوروا راسهم كيضربوا عام عامين، واحد شويه كيبداو يطلقوا ويدابزوا، شي كيفضح شي وشي كيفضح الاسرار ديال شي. اذا هاد الناس هادو شنو كيبيعونا الوهم. وهم السوشيال ميديا حتى هو سبب من الأسباب الكثيرة اللي ساهمت في التفكك الأسري وساهمت في أسباب وحالات كثيرة ديال الطلاق. فمني كتهضري مع الراجل كيقول لك انا ما مرتاحش في داري وما كنتفاهمش مع مراتي، ملي كتهضري مع المراه كتقول انا هزه واحد الجبل فوق كتافي وهزه المسؤوليات كامله وكانني ما مزوجاش واخا انا مزوجه. غنسمعوا شي حاجه اخرى في هذا النطاق هذا وفي هذا الموضوع، ونعاودوا نرجعوا نشوفوا الفيديو شنو جايب لينا. سمعت مرة راجل كده كان بيقول كلمة غريبة قوي، كان بيقول لي أنا عامل اللي عليا وزيادة، وهي مراته مقصرة في كل حاجة في جوازهم. وست تانية كانت بتقول أنا شايلة كل حاجة وكأني عايشة لوحدي. لما وصلت الحقوق والواجبات بتاعت الراجل والست في جوازهم بتبقى مش مظبوطة، ده بقى يخلينا نسمع الكلام اللي انت عارفه ده بتاع الست مش ملزمة بحاجات كانت بتعملها عادي على فكرة وما بتشتكيش منها، ونسمع ان الراجل ياخد حقه حتى لو الحق ده فيه ظلم لمراته. لما ربنا وصانا في آية كده قال لنا ولا تنسوا الفضل بينكم، وده بقى بيجي في بالي طول الوقت ان الغرب على طول بيزقنا في ان سكه جوازنا تكون علاقه عدل مش فضل، واللي احنا ساعات بنسميها دي معامله انجليزي. بس الفضل هو اني اعمل الحاجات اللي ما اتطلبتش مني، ولو ما عملتهاش فانا مش مقصره، يعني الدنيا بتبقى تمام. بس لو عملتها لك فانا عملتها لك من باب الحب ومن باب الود. الفضل زي اي كلمه حلوه ممكن تقولها، زي ارتاحي انت تعبتي، زي ربنا يخليك ليا، زي حاجات كتير الطرف التاني مش مستنيها منك بس انت عملتها له. علاقه الفضل هي اللي بتزود الرصيد وبتعمر البيوت. كان هذا هو الموضوع ديالنا البنات. موضوع النسوية موضوع اللي هو عميق بزاف. كنتمنى من كل قلبي لأي وحدة كتسمعني دابا تبدا تسمع لي بودكاست اللي ولاو دي بودكاست اللي هما زوينين بزاف في السوشيال ميديا، ساهلين انت في الكوزينه ديالك وانت كتسمعي وكتقفي راسك وكتقوي من نفسيتك باش اي تيار جا بغا يديك ما كتمشيش بسهوله.
وكنصحكم ان داكشي اللي كتسمعوه يكون عنده واحد الميول اللي هو ديني. كتعرفي راسك راكي كتبني نفسيتك وشخصيتك، وفي نفس الوقيته كتقوي علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. اي حاجه حرتي فيها في جميع العلاقات، ماشي غير علاقتك مع راجلك ولا مع ولدك ولا مع اخوك ولا مع صديقتك ولا في العائله، حكمي الدين فيها وستسألي راسك واحد الحاجة. إلا جاتك داك الحكم جاك صعيب على نفسك، غادي تسولي راسك واحد السؤال اللي هو وجيه: أفلانة، واش بغيتي الدنيا ولا بغيتي الآخرة؟ صافي، وشوفي قلبك فين مشى وسيري، والله يسهل الامور لكل واحد. كنتمنى هاد لا فيديو يكون مفيد، كنتمنى الموضوع ما يجيكمش ثقيل على القلب، واكيد بشويه بشويه الانسان تيعود راسو الاحسن. كيف ما قلنا، الا بغينا علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى تكون مزيانه، فلازم اننا نحكموا في جميع الامور ديالنا، نحكموا السنه والدين في علاقاتنا كامله وفي امورنا اللي كتخربق لنا دماغنا، ونديروها وحنا مرتاحين وعارفين ان لكل من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كنتمنى الفيديو تكون مفيده لكم كيف ما كانت مفيده ليا. كنتمنى المونتاج ما نكونش تعذبت عليه غير هكاك ويضربوني بالكوبي رايت بهاد المقاطع اللي جبت لكم. ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، كومونتيراتكم المحفزه كتعجبني بزاف، نقاشكم الموضوع غادي نعرف ان هذيك الفئه اللي متبعاني الافكار ديالها كيفاش دايره. تهلاو لي فراسكم، الى فيديو جاي ان شاء الله. هذا الفيديو كان متنوع، تيعجبوني بحال هاد الفيديوهات ما كيكونش فيها الشرح بزاف، وما تيعجبنيش نشرح بزاف بصراحه. الوصفه شنو دارت وهذه راه تيكون كلشي باين، واللي بغى الطبخ راه كاينين مالي تبارك الله. انا كيف ما كنقول لكم دائما تنشارك معاكم غير دي زاستيوس تخربيقات كنديرهم انا تعلمتهم وتنشاركهم معكم بكل حب. كنتمنى يكون فيهم الافاده والاستفاده ليكم، وفي نفس الوقت تيعجبني نجيب لكم مواضيع اللي هي قيمة، تعلموا تجلسوا مع الناس اللي تناقشوا معهم مواضيع اللي تحل لكم دماغكم في شي حويجات، سواء التربية، سواء علاقتك مع الله، سواء كيفاش تبني من شخصيتك، كيفاش تزيدي للقدام بشخصيتك، كيفاش ترقاي. فلنرتقي نحن النساء، راه حنايا هما عماد المجتمع وعماد الأسرة، وإلا كانت الأسرة مزيانة المجتمع تيكون مزيان، وإلا تخربت الأسرة كيتخرب المجتمع. من قلبي تنعطيكم هاد الهضرة لانني كنقولها لنفسي اولا وتنكررها مع نفسي يوميا، باش انني نقدر نتعامل مع الناس، وباش انني نقدر نتعامل في وسط الاسره ديالي وبرا من الاسره ديالي، وما يجيش الشيطان ويغرني على بزاف الامور، وما نبقاش نتحاسب وما نبقاش نحاسب